اهلا بيكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهارده معانا منو ناس كتير جدا بتحبه وانا واحد من الناس اللي بعشقه، وهو القراميط، من الاكلات المحبوبه جدا عندنا في مصر. قبل ما نبدا في المنيو، دعمكم واشتراككم هنا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، ونذكر الله ونصلي على النبي. طيب، وده القرموط اللي كان معانا، قطعناه ونضفناه كويس جدا. انا بصراحه يعني انا كنت ماشي هنا عندنا في السوق في فيينا، فلقيت القراميط ديت فاتفوجئت بصراحه، فقلت لازم اعمل النهارده صينيه قراميط. هنعمل ايه؟ طيب، احنا هنعمل بس هننزل بشويه ملح اهو، وشويه فلفل اسمر. مش هنكتر في التوابل كتير يا جماعه، انا عارف ان السمك بيحب بالتوابل، بس نخلي بالنا اللي لسه الصلصه اللي هنعملها للقراميط برضه هتتبل، ف يعني ما نكترش في التوابل قوي. تمام كده؟ طيب، اللي انا كنت فاكره انا هعمله على طريقه والدتي، ربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لي. هي كانت الاول بتقليه في الزيت، وبعد ما تقليه في الزيت بتحطه في الطماطم، الصوص بتاعه وتدخله الفرن. فاحنا جبنا طاسه على البوتاجاز، حطينا فيها زيت، ها، واحده واحده. هنجيب كده شويه دقيق معانا اهو، وننضفه كويس من الدقيق ونقليه في الزيت. بسم الله. طيب، وديت القراميط بتاعنا بعد ما قلناها في الزيت. في ملحوظه بقى عايز اقول لكم عليها: اي سمك او اي لحم، اي حاجه بنقليها في الزيت بنقوم جايين في الاخر شويه ليمون كده. الليمون ده بقى بيعمل ايه؟ الليمون ده بيحرق نسبه الكوليسترول في الدم، بيخفضها خالص اي حاجه معموله في زيت. طيب، دلوقتي احنا هنعمل الطماطم صوص او الصلصه اللي هيتعمل فيها القراميط. جبنا برضو طاسه على البوتاجاز، حطينا فيها شويه زيت زيتون او زيت عادي اللي موجود عندنا، وبننزل ببصلايه بنشوحها كويس. بعد ما البصله احمرت معانا كده، بنقوم جايين نازلين بالصلصه بتاعتنا اهي، وبنحمرها كويس مع البصل اهو، مع شويه فلفل اسمر وشويه توم. ممكن برضو ينفع فريش، مفيش مشكله، مع حتتين ثلاثه ورق لوري، ونقلب ده كله مع بعض اه. بعد كده نفتح الميه عليه اهو، ونحاول ندوب الصلصه كده مع الميه. هي مع الغليان هتدوب لوحدها. بعد كده بننزل بشويه كمون، وهننزل بمعلقه سكر عشان الحموضه اللي بتبقى في الطماطم اه، وشويه بابريكا حمراء. ونستنى على الصلصه بتاعت القراميط من 10 ل 15 دقيقه على ما تسبك شويه على البوتاجاز، ونرجع لكم تاني. طيب كده الصلصه تعتبر اتسبكت معانا. على فكره اسف جدا، نسيت اقول على الملح واحنا بنحط التوابل، انا لسه حاطه اهو دلوقتي. هنديله بس تقليبه كده في الصلصه قبل ما نحط الصلصه على القراميط. معلش بقى صيام، اعذروني. طيب، جبنا صينيه وهننزل بيها بالقراميط اللي احنا قليناه في الزيت، وهنقوم نازلين بالطماطم عليها. بسم الله اهي. اتمنى تكون والدتي بتشوف الفيديو ده دلوقتي، ولو انا بعملها بنفس الطريقه اللي هي بتعملها يا ريت تعمل لي لايك عليها، يعني اتمنى. طيب،
بنحطها في الفرن على درجه حراره 180، وكبرها اول نص ساعه في الفرن. ليه؟ نخلي بالنا لان الطماطم متسبكه كويس، والقراميط مقليه في الزيت، فمش هتاخد سوا كتير. وبرده بعد نص ساعه نبص عليها نشوف شكلها ايه، وهنرجع لكم تاني. طيب، وديت صينيه القراميط بعد ما خلصت معانا. هي قعدت في الفرن بالظبط حوالي نص ساعه بالكتير قوي. ليه؟ لان زي ما قلت لكم الطماطم متسبكه كويس، السمك مقلي، فلو اتحط في الفرن اكتر من اللازم بتتهري، ما بقاش كمان يعني شكلها حلو. فهي كبيره قوي في الفرن نص ساعه، وبنشغلها من فوق ومن تحت. يعني بنشغل الفرن من فوق ومن تحت بحيث ان الحراره تدي تحت وتدي فوق، مش لازم بقى نقعد نقلب ونعمل والكلام دوت. تمام. طبعا بيطلع معاه مع القراميط طبيعي شويه رز ابيض، ولو ممكن ينفع معاه شويه سلطه، ممكن برضه لا عشان الصلصه بتاعت السمك، فحسب الرغبه. وديت كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان هو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوناش بشير ولايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم مننا كل جديد. واتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا باذن الله، واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام عليكم.